فضى نفسه علشان يعني يعمل هذا اللقاء. خلينا نروح لمشكله، يعني برضو واحد من نجوم الكره المصريه الحقيقه في الوقت الحالي، لكنه مش بيشارك اكيد وعنده ازمه كلكم حضراتكم اكيد عارفينها. والده الحقيقه والد نجم العالمي ميدو الكابتن حسام وصفي هاتفيا معانا. كابتن حسام مساء الخير. مساء الخير يا استاذ صاحبي. اهلا بك يا كابتن حسام. اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. يعني كابتن حسام، ميدو واضح ان الامور وصلت لطريق مسدود، بالرغم انه في وقت من الاوقات تخيلنا انه كان في انفراجه، يعني قالوا انه خلاص حسام ميدو هيرجع للتدريبات مره ثانيه وكلام من ده، لكن فجاه فوجئنا باستبعاد الكابتن حسن شحاته من لاسم ميدو من القائمه، وواضح خلاص طبعا السكه واصله لفين يعني. ولا مختلف معايا؟ بص يا استاذ عبد الرحمن، هو الراجل كان يعني مسافر معاهم السعوديه والرحله دي، وكان خلاص يعني مسافر واخد تاشيره وكل حاجه. تمام. وبعدين جاله خبر بالليل ان هو يعني مستبعد من السفريه، بس بناء على توصيه الجهاز الفني. من السفريه مش من الفريق كله؟ لا من السفريه. ده موضوع ان هو للبيع وفي القايمه والكلام ده، مفيش حد في مجلس الاداره بلغنا بحاجه ولا في اي حاجه رسمي بخصوص الموضوع ده. يعني لسه في اجتماع لمجلس الاداره، وبناء على تقرير كابتن حسن شحاته هياخدوا القرار اللي هو المناسب يعني بالنسبه للنادي. لكن استبعاد يعني ميدو في السفريه دي، ما هو برضه علامه استفهام، لانه جه بعد انفراجه مفترض. علامه استفهام، هي مؤشر يعني كبير. انا حسب مفهوميتي ان هم عايزين يستبعدوه من الفرقه، ملهاش اي مبرر ثاني يعني. اشاره يعني. هم بيقولوا ان هو ما اتمرنش، يعني حسب ما قالوا ما كتبوا في الجرايد ان هو ما اتمرنش بعد يعني بعد ما رجع بعد المشكله، لما فضوا المشكله، ويقولوا ان هو يعني ما انتظمش وبتاع. الحقيقه مش كده. الحقيقه ان هم دخلوا معسكر بتاع المباراه الاخرانيه بتاعت المغرب، وما حدش لا بلغه ببرنامج ولا خصص له وقت عشان يتمرن او يجهز فيه وعبال ما هم يخلصوا الماتش والمعسكر. بس فهو فوجئ ان بيقولوا له انك انت يعني ما انتش موجود معانا في السعوديه. وده ضايقه طبعا. اكيد ده طبعا مش ضايقه، ده وضع طبيعي. وبعدين يعني هم رايحين 14 15 واحد، يعني لو ده ميدو اللي هيزود العدد العدد يعني مثلا. بالعكس ده الزمالك مسافر ب 14 لعيب يعني. وبعدين يعني تفتكر يا استاذ الرحمن، يعني وجود ميدو مع اي فرقه رايحه مش حاجه، يعني معلش يعني مع احترامي لاي حد، مش حاجه يعني مشرفه للناس اللي لا نجم طبعا ما فيهاش شك يعني. حتى من الناحيه التسويقيه والناحيه الدعائيه، حتى من الناحيه التسويقيه ومن الناحيه الدعائيه ومن ناحيه الناس برضه المصريين هناك بيحبوا يشوفوا النجوم دي، والناس السعوديين بيحترموا طبعا الحمد لله نجومنا ومتعدة وميدو معاهم. يعني عمليه ملهاش مبرر ابدا، الا ان في حاجه وفي لعب في الخفاء وفي حاجه غير معلنه. الناس دي يا مثلا خايفه تقولها، خايفه من الجماهير، يا مثلا بترتب لحاجه معينه. والله احنا في شكوى ضد النادي كده خلاص؟ نعم، لا مفيش شكوى ولا حاجه. لا على الامور الماديه. لما نعرف موقف ايه بالظبط النادي من ناحيته مجلس الاداره والجهاز الفني، هيبقى فيه يعني كلام. كابتن حسام، يعني هو برضه خليني بتكلم برضه بصراحه، يعني هل من ساعه ما كابتن حسن شحاته تولى المهمه، هل في اوقات كانت فيها فعلا علاقه طيبه، ولا من ساعه برضه مشكله مباراه السنغال في كاس الامم والامور لم تعود يعني للصفاء مره اخرى؟ يعني بناء على كلام ميدو علنا ان العلاقه كانت يعني كويسه جدا، وفي تفاهم، والراجل قال له ننسى اللي فات ونقعد ونبدا صفحه جديده واحنا الاثنين في مركب واحده. انا بفهمك بالظبط يعني. وانت تجتهد وانا اديك الفرصه واساعدك واساندك لغايه لما ترجع تبقى المهاجم الاول بتاع نادي الزمالك. والراجل اشتغل على كده لغايه لما حصل الماتش الاخراني اللي هو لعبه، وبعدين وقع على ظهره اتصاب واخد اجازه 10 ايام عشان ظهره كان وجعه. والعمليه قلبت بقى لما جت بعد كده موضوع السفر والماتش الاخراني بتاع المغرب والكلام. لكن لسه العلاقه مع الاستاذ ممدوح عباس برضه فيها نوع من الشد يعني. والله ما فيش حاجه بيننا وبينه. الراجل حصل مشكله وهو في حاله واحنا في حالنا. احنا بيننا وبينه مجلس الاداره يعني ما هو في حاله واحنا في حالنا، دي برضه مؤشر يعني في حد ذاته. ما هو الى ان بقى تتضح الامور ما في النوايا وما في القلوب. طب لو راح الميدو عن الزمالك، يعني اكيد هيطالب بمستحقاته ولا ممكن يتنازل عن جزء منها؟ لو ايه؟ لو راح الميدو عن الزمالك يعني اكيد هيطالب بمستحقاته ولا ممكن يتنازل عن جزء منها؟ لا تنازل في اي مليم.
بعد اللي هو تنازل عنه قبل كده 5 مليون جنيه تنازل عشان يمشي بعد ما قعد 6 اشهر، والمره دي لما جه يصلح العقد بتاعه الجديد ده، لما صلحه في اول الموسم تنازل عن 2 مليون جنيه، بس ما حدش جاب سيرتها وما اتكلموش فيها. انتشر ان ميدو لم ينال التقدير الكافي في نادي الزمالك يعني. لا مين؟ ميدو. احمد. احمد اقول ايه بس؟ اقول ايه يعني؟ الله يعني يسامح اللي كان السبب يعني. اخر حاجه يعني اسم ميدو في اوروبا يبقى كبيرا يعني، فالوجهه هتبقى فين لو نادي الزمالك خلاص العلاقه وصلت للتقدير؟ باذن الله ربنا يسهل والموضوع يخلص باذن الله، ان شاء الله يبقى في نادي كويس في اوروبا ان شاء الله. في اوروبا يعني الوجهه خلاص لاوروبا. طبعا. طبعا. وعنده اختيارات في اوروبا. عنده ان شاء الله يعني فرص كويسه. في انجلترا مثلا ولا في دول؟ في انجلترا اساسا كمان. يعني انجلترا بالنسبه له دي مفتوحه في اي وقت. عنده بيته هناك وعنده كل حاجه يعني. طيب اخر سؤال يا كابتن حسام، يعني انت الحته بقى العاطفيه اللي جواك، نفسك يكمل في نادي الزمالك ولا يعني بغض النظر عن الظروف بشكل عام، يعني نفسك يكمل في نادي الزمالك؟ انا بيني وبين نفسي حسب ما انا يعني حسيت بحكم يعني خبرتي يعني اللي على قد كده، ان الظروف دي اللي موجوده في نادي الزمالك وبوجود حاجات معينه مش هيبقى فيه خير يعني لاحمد في نادي الزمالك. خلاص يعني كده الدنيا تبقى صعبه شويه. انا ده رايي انا يعني. ما هو رايك مهم يعني. لا يعني ده وممكن اكون غلطان، بس انا اللي شايفه ان بعد المحاولات اللي هو عملها الولد مع نفسه ومع الناس وقرص على نفسه ونفسه كان يلعب ويخدم نادي الزمالك ويجيب معاهم يعني بطولات واحتوى اللعيبه وحل مشاكل لعيبه كتير كانت عامله مشاكل وعايزه تشتكي وتعمل كل الكلام اللي عمله ده، للاسف في الاخر هو ده جزاؤه من رئيس النادي ومن الجهاز الفني. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا الكابتن حسام وصفي والد النجم احمد حسام ميدو.